وصلنا معلم. هونيك. معنا 5 دقايق. فهمنا خلاص. إذا ما طلعنا بعد ما ناخد البنزين رح يقوصونا، ومين ما كان يكون رح يقتلوه يدفنوه. كم مرة بدك تقلي هالحكي؟ معلم دفعنا مصاري كتير لنعرف المحل. إذا شكوا فينا أو فشلنا بالشغلة انسى لهاد الزلمة، ما بقى ممكن نلاقيه. عم تعرق كتير، شو بدك تكشف حالك؟ من الشوب. لا الجو ما نشوب، حلو كتير. ليك السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي السيارة. على راسي. شكلك تعبت. أنا رح سوق. بس أنا مرتاح. أنا رح سوق. المحطة الجاية بعد كم كيلومتر؟ لوين بدكم تروحوا؟ على كربلاء. بس انت بالطريق الغلط. مو مستعجلين. شكرا. أهلين. ليش ما عم تشتغل؟ نحن لازم نروح.
هلا بنط بتنط. يلا نط. يلا بسرعة. Who are you? Who sent you? لا تحكي بدون ما حدا يسألك. لازم نطلع. بعد شوي بيكونوا هون. تتصل باللي بدك اياه على الطريق. دخيلكن طالعوني. بعطيكن شو ما بدكن بس طالعوني من هون. أنقذت زلمتي يا مراد علمدار. كل شي رح يكون مثل ما حكينا. رح جيب لك زلمتك وبتعطيني بنتي. إذا بتحكي شوي تاني وأنت عندك رح يقتلونا كلنا. أنا كل شي عم أعمله هلأ من شان بنتي، مو من شان زلمتك ورغبتك. عم تفهم؟ لو علي لقتلت لك إياه هلأ أو بقتله لما بوصل لعندك. أي ماشي، أنا وعدتك بهالشي. قد ما بنتك مهمة بالنسبة لإلك، هذا الزلمة مهم بالنسبة إلي، مفهوم؟ امشي يا زلمته المهم، امشي. وصل على اسطنبول رئيس محطتنا الجديد يا طويل؟ وصل سيدي، قبل شوي تحرك من المطار باتجاه مقر سكنه. وبنته ومرته؟ جايب معه بنته. اتصلت شي بصديقك الإرهابي؟ عمي ما رد علي، رح يرجع يتصل. وينه هلأ؟ طلع على الجبل؟ عمي انت ليش معلق على فرات؟ بلا معلق عليك.
على أساس بيلاقي لنا كاظم كاشف. شغلتك وعملتك التأجيل. إذا الزلمة مو بالساحة شو يعمل فرات؟ بدي أسألك وأسأل رفيقك الإرهابي عن واحد مو بالساحة؟ عمي أنت قلت لي بدك تعلمني هذا الشغل. التعليم تبعك إني أشتغل بالشاي؟ من زمان هيك كانوا بيعلمونا، شوف إذا بيناسبك. في شي أخبار؟ ما في. لأنهم هدول موجودين ما رح يجي الزلمة، ليش لا يجي؟ قلت هالحكي لعبد الحي، بعتت خبر على كل محل مشان كاظم كاشف أوغلو، بس بوجود هدول هون ليش لحتى يجي؟ بيعرف إنكم عم تحموني. وأنت بتقدر تدبر حالك لوحدك؟ بقدر. ما بيقدر. شلون بده يدبر حاله وهو عاجز؟ أمي أصلاً نحن رح نكون هون، بده يدبر حاله بس دقيقتين. ليش الموت كم دقيقة بده يا ابني؟ لا تتدخلي أمي، ما بدي إني أعيش هيك. إذا بده يجي الأجل يجي ونحن عم نستناه، مو نحن خايفين. يعني إذا ما بيجي الموت بتدور عليه وبتلاحقه؟ ما بيصير تشد على الحية بتعضك. ليك يا سيد إذا مفكرين تسحبوا رجالكم من هون أنا راح أخذ ابني وروح. نحن ما قلنا شي أمي، خلاص خلي الشباب هون، بعدين ما رح تضيف فينا كاسة لبن عيران، متنا من العطش. أنت ليش عم بترد على كلام أمي؟ خلاص حميد، بلا ما تحط لنا أمك بالعيران سم وتقتلنا، أمك بدها ابنها يعيش. احتمال كبير برا البلد، وقال لك إننا لقيناه. البير، نحن كمان بنعرف هذا الشغل. كيف مخابرات دولة ما بتلاقي الزلمة؟ تغيرت الأمور هلأ، ما بقى في مساومات. أول ما حيبين رح ينقبض عليه. الزلمة تربى بيناتنا، بيعرف شو رح نساوي. اسمح له يتخبى 3 أشهر. بتعرف المعلم عطى وعد ليشار، وعده يجيب له كاشف أوغلو، وكل مرة منقول له ما عم نقدر نلاقيه بتتوتر أعصابه وبيعصب. يشار أغا ما قدر يحافظ على بنته، خليه يحافظ على ابنه. الناس اللي بيشتغلوا بهذا الشغل إلا ما يدفعوا الثمن شي يوم. المعلم ما عم يقول مين هو. يلا دخلوا لشوف، الله يعلم مين هذا اللي عم بيقول إنه صديق لأبي. تفضل. معلم ليش ما قلت مين أنت؟ تفضل. من زمان كان مهم مين نحن. هلأ شو أهمية هالشي؟ شطبوا على كل الناس المهمين وصفوهم. الله يخلي لنا هالدولة، ما عندها وفا لحدا. أنت بتعرف شو اللي عملوه بأبي. معك حق، ونحن كمان ما عاد عنا وفاء لكم. قابلني بأبوك لحتى أطلب منه السماح. عفواً، أنت مانك متأكد إنه أبي مات؟ أنا بعرف إنه كارا عايش. معلوماتك غلط يا معلم، أبي شبع موت. أنت هلأ سلم لي على أبوك وأنا رح موت مثله. بس إذا أبي يشوفني قبل ما يموت عندي شي رح يشرح له إياه. أنا ما بعرف وين أبي لحتى أقول له يلي قلت لي إياه هلأ. بس منيح إنه مات حتى ما يشوف أحوال دولتنا وين صارت.
هي ما فيها زوايا. قصيتها. طيب أعطيني شاي. ما في عنا شاي. الشاي كمان قصيته؟ والشاي قصيته. نقلع من هون قبل ما أقصك شقفتين. نعم سيدي. شو عم تعمل انت؟ انت اللي شو عم تساوي سيادة المدعية؟ نحن هون عم ناخذ افادات. اخي ممكن تطلع دقيقتين؟ وانت كمان عايشة. انت بأي حق بتاخذ افادات الناس بهي الطريقة؟ ليلى، نحن اثنين بنعرف انه إرسوي أولوبي ما مات منتحر ومات مقتول. وعندك دليل على هالشي؟ شفت بعيوني. روح افحص عيونك اذا هيك. الطموح عمالك ياهم. احكي معي منيح. اللي شفته منطقي. مراد وميماتي كانوا عم يحاولوا يمسكوا الزلمة اللي رمى حاله. كانوا يكرهوا لهذا الزلمة، ليش لا يتركوه يموت هيك بهي السهولة؟ طيب وين تسجيل الكاميرا؟ بعتقد الأصح انك تروح وتدور على التسجيل. انت مدعي، معقول انك عم تضغط على الشرطة المساكين لحتى يقدموا إفادة ضد مراد؟ ليش ما بتتركي وتصيري محامية وتجي تدافعي عن موكلك؟ انت اساسا اللي لازم تترك. ليش لا تخليهم يكذبوا؟ عم بتساوي قيمتك ممسحة بسبب غيرتك العمية من مراد. انت غلطانة، انا ما بغار من حدا بنوب. معناتها اطلب مراد وميماتي وخذ إفادتهم. الإفادة بسيطة. بالأول بيفكروا جوا شوي وبعدين بنخليهم يقدموا إفادتهم. قدمت طلب توقيفهم ما هيك؟ ليلى ممكن تسمحي لي دقيقتين بخلص شغلي وبجي لعندك. شو عم تدققي طلب توقيف مراد؟ لا عزيزتي، قاعدة عم راجع شغلة تانية. طيب شو بدك تقرري؟ ليلى، في حدا غيرك بيقدر يسألني هذا السؤال؟ لا ما في، لهيك أنا عم أسأل. مانك واثقة بالقرار اللي بدي أعطيه؟ أنت أكتر وحدة أنا بوثق فيها، بصفتك إنسانة وبصفتك قاضية. بس بسببي فريد عم بيوجه الملف. وأنا غبية لدرجة إني ما أعرف هالشي؟ مانك هيك. شو بيعرفني، أنا مشوشة. رحت لعند فريد وانفجرت، لهيك اجيت لهون معصبة منه. وقعتي بغلطة كبيرة. بتعرفي إنه ما بيصير تخلطي بين شغلك وحياتك الخاصة. أي حياة خاصة؟ أنا بعرف شو الموضوع، ومين ما كان رح يعمل مثلي. صرخي واسألي واعملي اللي بدك إياه، بس لما بيكون الموضوع مراد ما حدا رح يفهم الموضوع هيك. أنت يا بيلسان بتعرفيني، وبتعرفي إني كفلانة مراد. قليلي هلأ، هذا حبك لمراد ولا غضبك من فريد؟ أنا بعشق مراد، لهيك عشقت مرة بهالعمر. ليش لا يدخل الزلمة على السجن ما هيك؟ هيك. هي أخيراً اعترفتي. شفتيني كيف أنا قاضية شاطرة وخليتك تعترفي؟ إذا بتصدقي كل كذبة مثل هي معناتها تعبتي بالقضاء على الفاضي.
عم يكذب؟ ما في كذب بالمخابرات أخي. هنيك بتعرف وبتاخد نفس وبعدين بتخبي الحقيقة. أنا ما بيطلع مني زلمة مخابرات، ما بتزبط معي. ليش؟ أنت أشطر منه. يعني عم تقلي إني كذاب؟ معلم ليش مين بيقدر يخبي سر مثلك؟ الحمد لله على السلامة معلم. الحمد لله على الله السلامة. يسلمكم. بدان ليش مطولة؟ هاي لأني حلفت يمين ما رح أحلقها قبل ما أقتل فيلر. طالعة حلوة عليك معلم. حدا منا يروح مع الإسعاف؟ معلم هدول ما بينوثق فيهم، عند اللزوم منقوس براسهم. مماتي بتعرف إني ما رح أوصل. معلم بلكي فيلر ما عطاك بنتك. لا رح يعطيني إياها. معلم نمر على البيت؟ لا لعند فيلر. شو عملتوا بكاشف أوغلو؟ عبد الحي بيلاحق هاي الشغلة. مو مبين شي معلم. أنا قلت إنه نسحب رجال من عند حميد، بس هذا وأم حميد ما عم يوافقوا. كاشف أوغلو عميل مزدوج سابق، ما بيطلع قبل ما تجبره ليطلع. منين بدنا نبلش معلم؟ كل واحد له بداية. قلت لك اني رح انقذك، ما هيك؟ هو أنا ما فقدت أملي أبداً. سيدي مراد على بدار راح على البيت. فيلر وينه؟ أنا هون يا مراد على مدار. شو مفكرني لحقت لك قبل ما أحط بنتي بحضني؟ بعتقد إنه أنا وياك صرنا أصدقاء، والموت ما بيدخل بين الأصدقاء، والأصدقاء كمان ما بيكذبوا على بعض. أنا وفيت بوعدي والدور صار عليك، لازم تعطيني بنتي. بنتك باسطنبول عند صديق بعرفه وبحبه كتير. الشباب رح يعطوك كل المعلومات اللازمة لتوصل لعنده. لما بتحط بنتك بحضنك بوسة عني كمان. ماشي يا شباب،
أنا بشكركن كتير. كلنا تعبانين. بلكي بكرة منرتب البيت. أنا بودي إيلي على تختها. إذا فائت احكي لها حكاية. ماشي، تعالي. سيدي، أنا بعرف منيح إنه الوقت متأخر لهيك حديث، بس في نقاط ضعف تتعلق بأمن بيتكم سيدي. تركيا دولة صديقة وحليفة لإلنا. نحن هون مأمنين كأنه ببيتنا. جبت الملف المتعلق بفيلر؟ إمتى قال رح يرجع على أمريكا؟ يلي فهمته منه إنه عم يستنى لتوصل سيدي، ونحن ما بنقدر نضغط عليه أكتر. على أبعد تقدير رح يسلم مهامه الأسبوع الجاي سيدي. أنا صرت على رأس عملي، ما في لزوم نستنى أسبوع. بكرة بتبلغ فيلر بشكل واضح إنه انتهت فترته. حاضر سيدي. ليش رجعت له لمراد على مدار بنته؟ أنا بس دليته على محلها. إذا أخذ مراد بنته معناتها رح يزيل أكبر أعدائي بالشغل تبعي، وهيك بيروح مراد كمان. إذا ما قدر ياخدها رح يكون مراد راح، ووقتها رح دبر حل لأكبر أعدائي بشي طريقة تانية. ومين بيكون هو أكبر أعدائك؟ ابن CIA اللماع الجديد. هو ما بيجي أولاد وأنت رحت عطيته بنت مراد؟ الولايات المتحدة دولة كبيرة كتير وقوية، وعطتنا كل شي، قوتنا ومصارينا والشهرة تبعنا وعيلتنا كمان، حتى الولد يلي الرب حرمنا منه. نحن شو عم نستنى معلم؟ يمكن فيلر يتحرك ويغدرنا. معلم، بحضر لك شي أكلة تاكلها؟ لا شكرا، ما بدي آكل. اليوم رح ندخل معلم. بكرة رح نشوف مين هدول وشو بيشتغلوا، والمسا بندخل. مين في بالبيت؟ سيادة المدعية. مين طلع الزلمة؟ طلع الزلمة اللي عينوه محل فيلر، والحقيقة ما قدرت أسأل أكتر لأنه سألوني ليش عم بسأل. بما إنه رح نقتل الزلمة معناتها عدو فيلر. طيب شلون؟ معقولة عطى رهف لعدوه؟ فيلر مفكر حاله ذكي كتير، بيخطط لكل شي، والعقل مكانه بالراس، فشو لزومه بغير محل؟ ماما نازك؟ ما رح آكل بنتي. كمان وقت الظهر ما أكلتي شي ماما نازك؟ ليش بدي آكل بنتي؟ إذا أكلت بقوم على رجلي؟ ماني جوعانة. بابا عمر ما رضيت تاكل. بنتي اتركي لي الصينية إلي، هاتي. إذا أنت ما جعتي أنا ما جعت يا مرة. يا رجال، شو علاقة هي بهي؟
كرمال الله لا تزعلني منك. إذا ما أكلتي شلون بدها تجي القوة لركبك؟ يعني إذا أكلت بتجي؟ إذا الله راد بتجي، بس إذا أنت استسلمتي وما حاولتي ما بتجي. أنا مبسوطة هيك والحمد لله. بس أنا مو مبسوط من حالتك ومو عاجبتني. معقول كون هالمرة اللي وقعت هي الوقعة؟ طول عمري وأنا بخدم وبطعم الناس. معقول وقع هالوقعة واحتاج حدا يطعميني بآخر عمري؟ يلي عملتيه للناس وطعميتيهم عملتيه مشان الله ومشان تسعدي نفسك. حالتك هي امتحان. ومشان شو هذا الامتحان؟ امتحان لتعطي آخر نفس من جواتك. يا مرة في أسوأ من السيء. شو لكان يلي انشلوا إيديهم وانعموا عيونهم؟ هادنك عباد الله، قولي لي مو هيك؟ بدك تقولي عمر كل شي عنده تمام وهو بخير، لهيك عم بيحكي. بس صدقيني لو اجوا سألوني مستعد يا مرة اني اعطي كل اعضائي مقابل رجليك. بس مشان ما اشوف وشك الضحوك زعلان وشاحب. بابا الأكل صار جاهز. طلعت من قلبي إني أقول لك بابا، قل لي إذا تضايقت. معقولة بنتي؟ أنتي فرحتيني كتير. فقدت أبي وأنا صغيرة كتير، فكرت إنه هذا أكبر وجع، بس لما عم شوفك هلأ فهمت إنه وجع خسارة الأب لبنته بيوجع أكتر بكتير. يمكن ما صير بمحل بنتك، بس أنا كمان هلأ بمقام بنتك. يلا نمشي. أهلين وسهلين نهاد. أهلين وسهلين عمو يشار. شو كنا وين عمك؟ قال رسى عمي جعى، ما رح تاكل. شلون صار لبعتك عمك ميماتي؟ المعلم مراد جاي على المكتب، يمكن رح يحكوا شي خاص مشان هيك. منين جاي المعلم مراد؟ عطول عم بيروح برا البلد وبيرجع. شو عرفك لوين عم بيروح المعلم مراد؟ أنا عم قول اللي سمعته من أمي، كأني عم بحكي معك. صار لي زمان ما شفت مراد، بدي روح شوفه.
ما قلت لك لا تجي لعندي؟ قلت لك ما بصير تحمل سلاح. شو مشكلتك انت؟ ليش ما عم تسمع كلمتي؟ بابا سأل عنك كاشف أغلو. انت ابوك مات. مين ما سألك بالدنيا ابوك مات. وأنا هيك قلت له بابا. أنا اتفقت مع الدولة يروح كاشف أغلو وينقذ حياته بطريقته. مرة تانية اسمع شو بدي اقول لك، ما بتجي لعندي لهون حتى لو ماتت اختك. إذا لازم شيء أنا بيجي لعندك. بابا أنت لأمتى رح تبقى عايش هيك؟ أنا مو عايش، ميت. وانت إذا ما بدك تموت يا ابني تعمل اللي بقول لك عليه، فهمت؟ مين هونيك؟ ليش ما رديت دغري؟ حبيت شوف إذا سلاح بيلبق لإيدك. شغلتك وعملتك المنفخة، بس وقتك خلص ونفست مثل البالون، وانت هلأ بإيدي. بس أنا ما بقدر أعيش بلا هوا. ولا يهمك تغير كل نظام التهوية بالسجن، طبعا إذا ما مسكك مراد أو يشار آغا. شفت رئيس الحكومة؟ بدها كتير جرأة ليلفظ الواحد اسمك قدام رئيس الحكومة. إذا ما عندك إياها اترك الشغل. رح أترك الشغل لما بتنظف البلد من أمثالك. إذا بدك تنظف البلد خليني دلك على محل الذروة. مين الذروة؟ كارا. بما أنك على رأس المؤسسة لازم تحط توقيعك. بس إذا هلأ بتسلمني ما حدا رح يقول لك يعطيك العافية. بس إذا بتمسك واحد معروف إنه مات وبترميه بالسجن الكل بيقولوا لك حلال عليك. أنت حلل لي شغلتي وأنا بعطيك أسماء كتيرة مثل كارا. صاير ما عم بقدر نام، عم بعمل كل شي مشان نام. باخد دواء وبشرب كتير بس ما عم بقدر نام. كل ما غمضت عيوني بشوف قدامي كاشف أغلو. بصير بقول لحالي شباك يشار، انت ابن القطرجي الكبير، عندك أصدقاء وعندك القوة، وكل هالشي ما عم تقدر تعمل شي. على القليلة امسك هالزلمة وعاقبه بإيد العقوبة اللي بيستحقها. بالأول ببلش عادي حالي، بعدين بعادي أصدقائي وبفكر إني أقتلهم كلهم واحد واحد. يشار آغا أنا بعرف شعورك. بعرف هالشي، بعرف إنه بنتك ماتت، مشان هيك اجيت لعندك لفضفض لك. أنا بعرف إنه رجالك عم يدوروا على كاشف أغلو، ومتأكد إنكم وقت رح تمسكوه رح تجيبوه لعندي، بس أنا كنت حابب أحكي. ولا يهمك، وأنا في شغلة واحدة بقدر أقول لك إياها. بعرف إنه صبرك وصل لآخره، بس كمان أعطيني شوية وقت. عقل مراد مشغول بشي تاني، مانو مهتم بكاشف أغلو. انت وفيت بوعدك آغا وأعطيته الوقت اللازم وزيادة. مزبوط، أنا وفيت بوعدي.
تعال ألبير لشوف. ارتاح. اللي شو عملتوا بكاشف أغلو؟ سيدي لقينا أسأله، ولهيك أنا طلبت مقابلتكم. هدول الجماعة بقيوا سنين طويلة بيشتغلوا بالمخابرات، بيعرفوا شغلات كتيرة وزارعين رجال كتير لصالحهم، شي برا البلد وشي جوا البلد. إذا بتسمحوا لي حضرتكم خلينا نعمل مساومة. ما بدي منكم تفوتوا بأي مساومة مع حدا. سيدي مساوماتنا صغيرة كتير، بوعود صغيرة بنقدر نوجههم بالاتجاه اللي بدنا إياه. ألبير، عم اقول لك لاخر مره، مين من هدول القديمين بتصفوهم؟ اخضر، اصفر، احمر، اسود، نسر، بوم، صقر، ما بدي حدا منهم. انتهى عصر هدول الجماعه وراح يروحوا على المحل اللي بيستحقوه. يا خالي عندت وما رحت على الدكتور. ما في لزوم للروح على الدكتور، شوفي عيونك ما عم يشوفوا خال. ليك عم شوف، بس الخرزات كانت فتحاتهم من زمان كبيرة والخيط كان رفيع. هلأ تخن الخيط كتير وضيقوا الفتحة كتير. شو قصدك يعني حط نظارة؟ سبق وشفت ديب حاطط نظارة؟ ما شفت ديب حاطط نظارة خالي، بس شفت دياب كتير نطوا على الهاوية لأنه ما عم يشوفوا بعيونهم ذنوب. يا كبير شو عم تعمل خالي؟ هي إلي وهي عملها سدادة لتمك. مين كابب هدول على الأرض؟ ممكن ينزرع حدا، ما بيتلحق ورا هدول السباب. ما عم بتبين منيح بعيني أبداً يا نجدت. خالي ما عم بين بعين حدا أبداً. شو صار؟ صرت عم حس إنه ما عاد إلك خبز بشي. قالت لي الحكومة لا تخليني أشوفك. كنت قاعد عم تتفاوض مع الحكومة؟ ليش شو لك شغل مع الحكومة؟ خالي طلبت بطاقة ائتمان. ولك شو طق عليك ابني؟ ليش تتقاعد جماعة الائتمان بحضنك؟ بلا ما أقول ائتمان، قول بطاقة. طيب وبشو بتفيد هاي البطاقة؟ لما بتشتري بنزين فيها بتاخذ علامات. ايه وبهي العلامات باخذ بنزين ببلاش. انت ليش لا تشتري بنزين من المحطة؟ استخدم المازوت أرخص. ايه خالي ليش لندور وبذيبتنا مصاري مكدسة؟ رحت قلت لهم اعطوني بطاقة ائتمان. قالوا لي ليش مين انت؟ وما قلت لهم مين انت ابني؟ قلت لهم انا ابن اخته لخالي زازا. ايه قالوا لي نحن ما عم نعرف مين خالك زازا، هون ماله سزل عنا. منين بدهم يعرفونا؟ نحن من امتى بنحط مصارينا بالبنك؟ ليك جوهر عم يحكي مزبوط. انا ما بحب البنوكة. في يوم راح يحترق هذا البيت وتنحرق معه كل المصاري تبعكم. شو مشكلته هذا؟ يلي قاعد بقصر عالي بيكتب للناس رسائل وما بيجي جواب فبيجن،
وبيصير يرمي بلا. نحن لازم نفهم طبعه لهالولد، مو من طبعنا أبداً. خالي ركضوا المصاري عم تحترق. ولك المجنون عم يحرق البيت، شايف؟ شو؟ لك يحترق البيت وما تحترق المصاري. مصاري عم تروح يا حبيبي. ولك شو هاد يخرب بيتك، شو مجنون؟ لك شو عملت انت، شو عملت؟ خالي سفت وصار فيهم ما راح يبقى منهم شيء. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، احترقت احترقت. يا لطيف يا لطيف. خالي بعد. لحظة لا تكب مي لا تكب، بعيد يا دب. لك انت بدك تبلها للمصاري. اخ راحت المصاري راحت. تراب تراب، لك جيب تراب جيب تراب. ايه تراب. اخ ولك اتحرك يا حيط، انت اتحرك. ولك دب، انت طق عليك انت. شو راح يصير بكل هالمصاري؟ خالي البنك ببدل هاي المصاري ها. قلتك خلص راحوا. لا 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 لا، راحت المصاري راحت المصاري. لا خلاص، تعي وقفنا. أنا بدي هاي. عفوا سيدي، انتوا امتى مفكرين تروحوا على المكتب؟ لسه ما بلشنا شغل، هلا بدي اهتم ببنتي. قديش؟ 10 ليرات. معلم، بدك تقتله قدام بنتك؟ رهف لسه ما بتعرف مين نحنا، ما بصير معلم. يا
يلا بسرعة بسرعة. برافو. مبسوط كتير إني شفتك. وشوفتك بتسر الخاطر. هوب هوب. وإمتى رح ترجع على واشنطن؟ الأسبوع الجاي، إذا ما عندك مانع طبعا. أنا بكون ممنون إذا بتبقى هون. رح كون بحاجة لمساعدتك. على كل ما في لزوم إني يكون هون لمساعدتك. أنا دائما معك. ما بدك تعرفني على بنتك الحلوة؟ إلي ممكن تطلعي دقيقة؟ اتركها تستمتع باللعب. اسطنبول مدينة حلوة كتير لتربى فيها. تقدر تشرح هالشي لمرتي؟ ما عم تقبل إنه تيجي على اسطنبول. بدي إياك تتأكد إنه بعد 6 أشهر ما رح تحب أي بلد أكثر من هون. كيف يعني ما بتاخذهم؟ يا حضرة، شو يعني تبديل مصاري محروقة؟ تأخرت سيارة الإطفائية. هاي بتصير مشكلتي؟ مو البنك هو اللي بيطبع هاي المصاري؟ البنك المركزي اللي بيطبعها. مركزي ولا فرعي؟ شو علاقتي أنا؟ خذ شوف لي لسه أتترك عليها. مزبوط. انأذى أهم شيء بهالورقة هاي؟ ما انأذى. كيف يعني ما بتغيرها ها؟ يا سيد هي المصاري طاير نصها. طيب أعطيني قد نصها. طيب هلا بتقول لنا الإدارة تبعك إذا الإطفائية تأخرت بالجاية، هذا الزلمة شو ذنبه ها؟ نحن مو من الناس اللي ما بتقدر. أخي الحق كله عليك. لو كنت عاطي لهذا الزلمة بطاقة ائتمان ما كان حرق هاي المصاري، فهمت؟ جوهر شو ما عم تفهم انت؟ شو بك محترقة المصاري هاي لما احترق البيت ولو؟ يا سيد أنا ما قلت لحضرته ما بنعطيك بطاقة ائتمان، قلت له بيلزمنا بيان راتب أو بيان ضريبي لنعملها. واحد مثلي حرق كل هاي المصاري، عن أي راتب عم تحكي؟ ابني افهم، إذا قلت هاي المصاري احترقت بالبيت فاحترقت بالبيت. خلاص تخليت عن نص المصاري، بدي المصاري البقيانة. ليش ما أعطيتوه بطاقة هلا قد قدها؟
ما كان صار كل هذا اللي صار معنا. طيب شلون بعطيه يا سيد؟ حسنا عن أبوك، ما بتحبوا لهذا الطفل ولو انظر إليه. يا سيد معناها حطوا مصاريكم عنا. ها خذ تفضل، هاي حطيتهم. ابني مين معه بطاقة ائتمان منا حتى يكون عندك انت؟ انت ليش معلق علي هيك؟ الكل معهم، ثغلة مبدأ. ها اسألوا حضرة المدير هون. عفوا بلا صغرة، يشار آغا معه بطاقة؟ ايه معه طبعا. الزلمة ابنه برات البلد، طبيعي بحب يشوف حاله هالزلمة، مو هو ببيع بودرة بيضة للأجانب. طيب عزت آغا معه؟ استغفر الله العظيم، ابني قضينا عمرنا لبين ما فهمنا عزت آغا شو هي المصاري. هذا ما بيفهم غير بالكاش، ابني مستحيل يكون معه منا. مرته معها بدون سقف. ها ليش هالمسكينة بتطلع من البيت عطاها البطاقة لتلعب فيها، مو ما بيجيهن اولاد، انت بتعرف يعني. ايه خالي، اسألوا عن ذو الفقار آغا، حتى ذين اللي بيشتغل عنده معه. شو هالحكي؟ ذو الفقار معه منا؟ معه طبعا. السيد ذو الفقار عنده حساب كبير ببنكنا، وواحد من أكثر الزباين المحترمين عنا. شلون يعني أنا مو محترم هيك قصدك تقول؟ قصدك إنه أنا مو محترم لأنه ما معي بطاقة، ما هيك؟ هلا ذو الفقار صار محترم؟ هذا البلطجي والمهرب عزت ويشار أبو بودرة، وما بدي أسألك عن مراد تبع الهشتك بشتك. السيد مراد كمان معه. دستور من خاطرك، مراد طلع معه. مراد وبطاقة، يا ربي عفوك. شو عم يصير يا؟ خذوا اسماء هدول الصحفيين وعناوينهم وحطوهم تحت الحراسة. حاضر سيدي. جولة فئران بطاقات الاعتماد الدولية انتهت في تركيا. خالي لا تعاند، بكفي، قوم نروح على الدكتور. رح يجي ذو الفقار ابني. دكتور شو هاد؟ ما رح ينام هون ذو الفقار، رح يروح. منروح ومنعاين عيونك خالي، إذا بدك بروح وبجيب الدكتور لهون. لا أنا عم شوف بعيوني. ها هالحيط اللي جاي من هنيك مو نجدات؟ ليش في داعي لتشوفه؟ الزلمة صوت رجليه على الأرض فضيحة، شلون ما رح تعرفه؟ نزات
نحط واحدة من هدول التفاحات على راسه، ثبتها مشان ما توقع، وخليني اشوف عيني اذا بتشوف ولا ما بتشوف. ولك شو عم تعمل ولك قيمة؟ لا ابني، لا تشيلها على راسك، خليها. ها؟ خالي انت بدك يعني يصير اعمى ما هيك؟ واحد منا اعمى جوهر، واحد منا اعمى. خالي نجدد، هي نجدت، ما عم شوف اللي ضربت التفاحة ولا خالك جوهر؟ التفاحة قطعت لي نفسي على الأخير يا خال. ما تعلمت مني شيء يا جوهر. ولك إذا أنت قلت خالي ما عم يشوف منيح، الناس بتقول زازا صار أعمى، وأعدائي بيقولوا زازا ختير وخرف وما بقى عم يحسن يقوم من على الكرسي وصار أعمى، وأصغر واحد فيهم بصير بيستوطح يدنا جوهر. بقى حاسب على كلامك وافهم شو عم تحكي وما تكروت كروتي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. تعال قديشني متضايق كثير. لا خير، مين قليل الشرف يلي ضايقك؟ جماعة البنوك يا أخي عم يستكتروا علينا بطاقة اعتماد من عندهم. زازا شو بدك تعمل ببطاقة الاعتماد؟ مثل كل هالناس طبعا، بدي استفيد منها مثل ما انت عم تستفيد. أنا بطاقتي محطوطة بجزداني وما بصرف منها شيء. وأنا مثلك ما بصرف منها شيء. زازا؟ ها؟ ما عم تقدر تاخذ بطاقة بنك؟ هذا اللي مضايقك؟ لا مو هذا اللي مضايقني. عم أقول إمتى بدنا نشتغل شغلة منيحة مثل العالم والناس؟ شوف قد ايه صار عمرنا أغا. زازا؟ ها؟ إذا حبيت تشتغل شغل مثل الخلق ما بتلاقي شغل. تعال لنتشارك، في شغلة منيحة. شو هي؟ منجيب سلاح من إيران ومنبيعه لسوريا، ومن هنيك رح يودوه على لبنان. وليش بلبنان لا يشتروا من سوريا سلاح يلي شارينه من إيران؟ ها؟ خالي عم يقول لبنان يعني حزب الله. شو يعني؟ مجبورين يشتروه، مو هن في حظر عليهم؟ ايه أخي، هلا إذا اشتغلنا هاي الشغلة الدولة بتعطينا بطاقة بنك؟ نشتري شاحنات كتير، والشاحنات بتجيب بضاعة منوعة. شو بدك بالبطاقة؟ لكن نشتري بنك بحاله يا زازا. نجدت خد. عم تسمع الحكي؟ جاي بنك لزازا، بنك زازا، وهيك لوحة كبيرة بنك زازا. قول المعلم هون نضيف. رح قل له. الطرف الأمامي نضيف معلم.
رجاء لا تطلع صوت. إذا فاقت ما بقى تنام. عنيدة كتير. فيلر هو اللي بعتك؟ قديش عطاك مصاري لتقتلني؟ أنا جاي لهون لأخذ بنتي. بنتك؟ بنتي إيلي. بنتك أنت؟ اسمها رهف. أنت غلطان. أنا أبوها للبنت. فيلر أخذ بنتي مني وأعطاك إياها مشان تتبناها. فيلر ما له علاقة بهي الشغلة. أنا دورت ودققت بكل شيء بخص بنتي. كل واحد منا في عنده نقطة ضعف، وفيلر قدر يعرف نقطة ضعفك كمان. أنت مراد علمدار ما هيك؟ مزبوط. قريت ملفك. أنت مرتك وبنتك ماتوا. صحيح مرتي ماتت، بس بنتي قدامي. حسب ما فهمت بالأساس إنك جاي تقتلني. راح اكتب لك الأدوية تبع إيلي ومواعيد اللقاحات تبعها. عندها حساسية لبعض الشغلات. ما بعرف إذا عندك إياها كمان، بس ما لازم تاكل فريز بشكل خاص. إما هيك كانت. كانت إيلي أجمل هدية إجتني بعد عمر 50. ما فيك تقول عن بنت واحد تاني هدية. ما بعرف. أنا اعتبرتها أن هدية إجتني من عند الرب. طالما أنت بتشتغل بالCIA وبتقتل الناس، ليش لا يبعث لك الرب هدية بعد كل عمايلك؟ هي شغلتي، وإيلي بعتبرها بنتي. عم تفهمني لأنك ما ربيت عند أبوك وأمك الحقيقيين. بنتي مو مضطرة تعيش قدري كمان. لا، بس كمان ما أنا مضطرة أنه تعيش بالخطر. بعد ما تقتلني لا تبقوا هون. حسب معرفتي في معك مصاري. روح لوين ما صار لك تروح، وعيش لآخر عمرك مع إيلي وعطيها الفرح. غلطان. أنا وبنتي رح نعيش بهذا البلد، سعداء أو تعساء. بابا بابا إيلي، أنا هون بنتي. بابا ما بدي نام. بس إذا ما نمتي ما بتكبري، ما هيك؟
مين هذا الرجال؟ هذا رفيقي. يلا شو رأيك اقرا لك حكاية؟ يلا تعي. هوب 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 هوب. كان يا مكان قديم الزمان كان في طحان، وهذا الطحان كان عايش بالطاحون، وعند الطحان بنت، وكانت هي البنت على طول تنام على صوت الطاحون، وكان الطحان دايما يشغل الطاحون بالليل مشان تنام بنته. بتحب انك تحطها بحضنك؟ اتركها نايمة. على كل حال رح تفيق بعدين. أنا وعدت إيلي إني أشتري لها حصان صغير. بتحب الحيوانات كتير. ممكن من بعد إذنك توفي لها بالوعد بدالي؟ أنا ما بدي أقتلك حالياً. قال المعلم لا تفوتوا، بس شغلته ما بتطول، رح يدخل يقوصه وياخدها. أعطيني إياها عنك. بلا ما تفيقها هلا بماتي. معلم امشوا. ليش ما قتلته معلم؟ باللحظة اللي كنت فيها رح أوصف فائت رهف. انت عملت منيح، لأن مفكرته انه ابوها. لوين رايحين معلم؟ لوين بدنا نروح ابني؟ الناس بدهم يشوفوا حفيدتهم. بينصدموا، ما في داعي. منروح هلا لعند ليلى. امي لازم احكي معها بالاول. معلم انت غلطت انك ما قتلت الزلمه، لانه رح يصير بلوى على راسنا. معك حق عبد الحي، روح اقتل الزلمه وتعال. المعلم ما كان بيقدر يقتله. بالاول رح نقتل فيلر، وبعدين بنبقى بنشوف له لهذا شي حل يناسبه.
انه مراد علمدار مانو ذكي مثل ما وصفت لي اياه. غلطته الكبيرة انه ما قتل الزلمة. اللي بيحط مشاعره على جنب وبيشغل عقله بأضعف لحظاته من دون ما تأثر عليه عاطفته أبداً أذكى بكتير من الحكي اللي قلت لك إياه. شو العلاقة؟ لازم كان يقتله لمجرد إنه بيحب بنته، بس بهديك اللحظة انتبه للعبة يلي أنا لعبت عليهم وقرر إنه ما يوقع بلعبتي. إيه، وشو بدك تعمل هلأ؟ رح بلش بلعبة جديدة. رح يكون عندك وقت لها؟ أنت لازم تترك تركيا. لكان لا تضيع لي وقتي بأسئلتك التافهة. مين أنت؟ مراد. مين هي؟ سكري الباب على مهلك. قلي هي بنت مين؟ هي رهف. أي رهف؟ ليلى بنتي طلعت عايشة. عم تمزح ما هيك؟ لا ما عم تمزح. ما بتتصور قديش فرحت لك. عطيت خبر شي لماما نازك؟ أنا هلأ رايح لعندن، رح خلي رهف عندك ماشي؟ وبعدين باخدها لعندن، ما في محل تاني بقدر اتركها فيه. زينة العقل. وليش ما حكيت لي من قبل؟ من كم شهر عم قول هذا أكيد عم يعمل شي. قلي وين لقيتها، عند مين كانت، شلون خطفوها، وين خبوها، بتعرفك رح أحكي لك كل شي. ما بنطلع سيدي؟ رح أبقى هون. بس سيدي شو رح يعملوا؟ رح يجوا مشان يقتلوني؟ احجز لي بطاقة طيارة لواشنطن بعد 3 أيام. إلي ولبنتي إلي. شو رح ترجع سيدي؟ أنت اعمل مثل ما عمل لك. هلأ بكرة طيارة مرتي؟ نعم سيدي بكرة. أنا بحكي معها وبقول لها ما تجي.
أنت بتأمر سيدي. بابا ما نمت؟ كنت عم بستناك. شو خير بقى؟ تطلع فجأة من البيت بعدين بتجي بعد أسبوع أو أسبوعين. بينشغل بالي شو عم تعمل؟ وين عم بتروح؟ عندي أخبار حلوة يا بابا. ونحن بحاجة هي الأخبار الحلوة يا ابني. فينا نفيق أمي؟ أصلاً ما أنا نايمة. بالله؟ فوت. كيفك يا أمي؟ ابني طمنيني عنك. الحمد لله ابني، نشكر الله. انت شلونك؟ منيح؟ منيح أمي، منيح كتير. شفت؟ قعدت تلح علي مشان نام يا رجال، بس أنا حسيت من جواتي إنه ابني رح يجي لعنا. وعم بيقول إنه عنده أخبار حلوة. خير إن شاء الله يا ابني. عرفت شغلي قبل 3 شهور وما قلت لكم اياها وقت اللي عرفت، لاني ما كنت متاكد اذا رح انجح ولا لا. في واحد قال لي إنه رهف بنتي ما ماتت ولساتها عايشة. لك ابني، أنت عن جد عم تحكي؟ رهف عايشة يا أمي. أنت متأكد من هالشي؟ إيه متأكد، وقدرت إني رجع رهف. عم تقلي هذا الحكي مشان تخفف عني ما هيك؟ حتى أنسى مشكلة رجلي. أمانة يا ابني، إذا عم تكذب علي وحياة الله ما بسامحك. شو هالحكي هاد يا أمي، معقولة؟ ألف الحمد لله. الشكر لك والحمد لك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ابني. وين حفيدتنا؟ ببيت ليلى. ليش ما جبتها معك لهون على البيت؟ بالأول حبيت خبركن، وبعدين الحقيقة رهف تعرف إنه أبوها وأمها ناس تانيين. قلت لتتعود كم يوم وبعدين بجيبها. ايه نحن منروح منشوف حفيدتنا لكان. مثل ما قلت لك، رهف ربوها ناس تانيين ومحتاجة شوية وقت لتتعود علينا. بس هي أكيد بتعرفك مو هيك؟ لا أمي ما بتعرفني. بتتعود يا عمري، هي من لحمك ودمك، هي كل شي منك. يلا لا تبقى هون، روح لعند بنتك، مضي معها شوية وقت حتى تتعود عليك، ومن بعدها بتتعود علينا. حتى لو هي ونايمة خلينا نشوفها بس.
بكرة بالليل منرجع ومنشوفك. أمي عم تبكي؟ بتحبوا وصلكم؟ انت ابقى هون يا ابني، الشباب بيوصلونا. انت ليش مستعجل على الروحة يا رجال؟ خلينا منضل هون. خليكم بابا. ما بدنا نزعجك. يلا يا بنتي قولي للشباب نحن رايحين. يلا يلا ناسك. شو وينه بابا؟ بابا؟ أبوكي رح يجي. ومين أنتي؟ أنا الدادة الجديدة. بس أنا ما بدي دادة جديدة. إيه بس أبوكي بده. قومي لنغسل وشك. الدادة اللي قبل ما علمتك لما منفيق منغسل وشنا. أنا شو بعرفني وين حمام هذا البيت؟ طلعي ليكو هونيك، يلا. أشي ما بعرف أمها بنوب، بس طالعة لذيذة كتير. ليش ما خليتيني اشرح لها؟ قدامك ميماتي وعبد الحي، روح اشرح لهم. بدك تعمل للبنت انفصام شخصية؟ افتحوا لي الحنفية، يلا تعالوا. خليك، أنا بشوفها. تعالي لشوف. هوبا. اتصلي بأبي خليه يجي. بس يخلص شغله وبيجي. معناتها اتصلي بأمي. ايه ماشي. هوب. بالأول منحضر لك فطور وكلي منيح، بعدين منتصل. انتي ما بتعرفي قديش بتحبني امي. اتصلي فيها هلا. انتي قولي انك بتحبيها. انا بحبها كتير، الكل بيعرفوا هالشي. حلو، معناتها بنعمل البيت سوا، ماشي؟ ايه ماشي. يلا لشوف، يلا. ما في بالبيت بيض. هون ما في بيض. بعرف، بس فينا نجيب بيض بسرعة، ما بيصير؟ امتى؟ رح نجيب فورا. طولي بالك. عبد ما في بالبيت بيض، وبالأصح ما في شيء أبدا. أنا بدي لو بيض. هي ما بتشتري شيء بنوب. ايه ماشي معلم. بابا أنا مشتاقة لبابا، بدي بابا. هلا ليش بابا. عم تبكي؟ بابا حبيبتي بابا. رهف. بابا 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 بابا. وين اللي بابا. مفكرته أبوه؟ بابا باسطنبول. بابا اتصل فيه خليه يجي. بابا
بابا أنا بدي بابا، أنا بدي بابا. خلاص شوي شوي بتتعود. بابا بالأول بابا. لازم الزلمة يحكي اللي عم صاير بدي للبنت، بابا. بعدين بتتعود. بابا 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 أنا بدي بابا. بابا بابا أنا بدي بابا، عم قلكن أنا بدي بابا. خدي لشوف. ما عاد بدي آكل. هي آخر وحدة. يلا افتحي تمك لشوف. ها هوبا، برافو عليكي. يلا اشربي الحليب. يلا بلعي. يلا منشرب من الحليب شوي. بابا إيلي بابا خلينا نروح على بيتنا. إلي معلش تسمعيني؟ أنت ما وعدتيني وقت بيكون شغل أبوك كتير رح تكوني بنت حبابة وتقعدي عاقلة؟ بابا بس أنا ما بدي أقعد هون، لأني ما بعرف مين هدول الناس. بس هدول الناس بيحبوك كتير؟ مثل ما بتحبيني أنت بدك تحبيهم، اتفقنا؟ يلا تعي نلعب لعبة. إمتى ما بدك تقدر تتصل؟ أنا اتصلت فيك لأنه يمكن الأصح أنه أنت تحكي لها. قد ما شرحت لها ما رح تقبل، بس بعتقد مع الوقت رح تتعود. بس بالأول لازم ندفع الرجال الوسخ تمن اللعبة اللي لعبها علينا نحن الاثنين. بوعدك رح يدفعوا، هاي شغلتي. عرف باللي صار امبارح؟ يعني ما بقى تقدر توصله لفترة؟ إذا ما وصلت له أنا أنت بتوصل له. بجرب. بس كل القوة اللي هون بإيد فيلر. الفرق كلها تحت أمره. أصلاً غير عن طريقه ما كنت بتقدر لا تلاقي بيتي ولا تدخل لعندي. أنا رح أوصل لفيلر، بس إذا بتقدر طبعاً إنك تعمل بفيلر يلي عملوا فيك، بتسهل علي كتير من شغلي. إذا شاري لي بطاقة طيارة فلمين الثانية؟ عملت من تركيا قوة إقليمية، هذا الخطأ الأول. خلينا نحط حالنا بالمستوى الثاني. قلت لحالي خلينا نحدد سياسة الشرق الأوسط عبر تركيا، بس راحت تركيا من إيدك. تركيا ما راحت على محل. تركيا بلانا ولا شيء. أما الخطأ الثاني، الشعب يريد. مو هذا الوقت اللي بنتخلى فيه عن الديكتاتوريات، لأنه من جهة بتفيق الوحش النايم وبتقوي تركيا، ومن جهة بتحرك الشعب اللي كان ممكن يبقى سنين ويمكن مئات السنين وهو عم يمشي على مهل ويعمل شو ما بدنا. أصلاً أنت عم تطلع غلط. قبل تحريك هاللعبة أنا أخذت احتياطاتي بشكل كبير وخليتهم يكرهوا الأتراك. شلون؟ تركيا وقفت مع الأنظمة العربية تحت شعار 0 مشاكل مع الجيران. لما رح تسقط هاي الأنظمة ما عاد تركيا تحسن تنتج سياسات جديدة، لأن ما قدرت تتخلى عن هاي الأنظمة ولا أخذت موقف صريح مع المعارضة. والطرفين رح يكرهوها هلأ.
انت هيك مفكر. خربت مشروعنا يلي عم نحضر له من سنين. اليوم مين ما اجى على السلطة عندهم ما راح يكون عنده مشاكل جوهرية، لأنه الشعوب بتحب بعضها، لأنه المسلمين مسلمين. يلي انتم ما عم تفهموه انه مرحلة هاي الأنظمة خلصت، ونحن ما بقى عنا استطاعة نتحمل يوم واحد. هدول الناس لازم يروحوا. كالعادة دائما انت شاطر وحجتك على راس لسانك. رغم كل الأخطاء تبعك ورغم الصراع اللي خضته على مدى سنة كاملة لأقنع القيادة ليبدلوك، بطاقات الطيارة هي إلي ولا بنتي. خلال 3 أيام رح روح على واشنطن واستقيل. طبعا إذا راحت بنتي معي. خود بنتك من مراد علمدار، تعرف مكانه. بما انك جبت لي هالبلوة على راسي، انت بدك تحلها، مو بدك تبقى هون. هاي فرصة لك. بدي اياك تقتل ابو بنتي، مقابل بنتي خذ الشرق الاوسط كله لإلك. مدام انجي، اجا مراد علمدار. دخلي. حاضر. مرحبا. ما عم ترد على تليفوناتي وما بتتصل فيني ولو مرة واحدة. ما بتقول خلينا نلتقي شي مرة؟ رح اشرح لك انجي، رح اشرح لك. عم بسمعك. كنت مسافر برات البلد، كان عندي شغل ما حبيت انك تكوني فيه. مراد، هذا بتحكي مع المدعية. عندك شغل وما حبيت اني اكون معك. المهم هلأ يلي عملوا معي هيك اجى الوقت لحتى يدفعوا الثمن. أنا رح انتقم من أرون فيلر وهو بيعرف هالشي. أنت عم تحكي مع الشخص الغلط بهالشي. لازم تحكي هالحكي مع أبي. إنجي، شو في؟ بعرف إنك بتلتقي بفيلر وقت اللي بتريدي. طيب قلي وليش لساعدك يا ترى؟ لأنه إذا ما ساعدتيني أكيد رح أقتلك. إيه ما بتقدر. إنجي، بقتل سلالتك كلها. ما رح تقدر. إنجي لا تلعبي معي. ما رح تقدر تقتلني.